السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم متابعي قناة سكين كير العناية بالبشرة. اليوم مع منتجين من شركة باشن، شامبو مقدم من شركة باشن، شامبو مقوي مضاد للقشرة وشامبو مقوي للشعر الدهني. نبدأ معكم بشامبو القشرة. طبعا هذا المنتج حسب تجربة عدة أشخاص وحسب تركيبته الطبية وحسب أيضا تجربة شخصية، فهو يقضي على القشرة بشكل سريع جدا وبشكل دائم. أهم ما يميز شامبو باشن المضاد للقشرة أنه يزيل القشرة الكثيفة والمزمنة، حتى وإن كانت قديمة ومستمرة معك منذ عدة سنوات، فهو يقضي على هذا النوع من القشرة، وأيضا يقضي على القشرة ذات المنشأ الصدفي أو الدهني. مبدأ عمل شامبو باشن للقشرة أنه يثبط عمل الفطور والبكتيريا على فروة الرأس، وهو مدعم بثلاث مواد فعالة لإزالة القشرة. المادة الأولى هي البيركتون أولامين، وهذا النوع من المواد يقضي على الفطور والبكتيريا المسببة للقشرة، وأيضا يحتوي على فيتامينات تقلل من ظهور القشرة، وأخيرا يحتوي على مستخلصات نباتية تدعم التوازن الحيوي في فروة الرأس. طبعا هذه المستخلصات النباتية تقوي فروة الرأس، تدعم فروة الرأس، وأيضا تساعد على القضاء على القشرة. طريقة استخدام شامبو باشن للقشرة: أرجو أن تستمعوا لهذه الفقرة جيدا، لأن كثير من الأشخاص يظن أنه يستخدم شامبو القشرة بشكل صحيح. هذا الشامبو يوضع على فروة الرأس ويدلك لمدة لا تقل عن 3 دقائق، ثم يغسل بالماء. أهم شيء يجب معرفته عند استخدام شامبو القشرة أنه لا يجب عليك استخدام أي نوع آخر من الشامبويات أو أي نوع آخر من الصابون أثناء استخدام شامبو القشرة، لأن ذلك يزيل فعالية شامبو القشرة، وأنت تستخدم الشامبو الآخر قد يكون شامبو عادي، قد يكون صابون عادي، ويقضي على تأثير شامبو مضاد القشرة. لذلك تستخدم شامبو القشرة لوحده، حتى ولو كانت رائحته ليست مستحبة للكثير أو ليست ذات رائحة عطرية مميزة. إذا نستخدم شامبو باشن لأنه شامبو طبي يقضي على قشرة الرأس. بالنسبة للتركيب أيضا فهو يحتوي على مادة الألوفيرا، وهي مادة الصبار، وهي مادة مميزة جدا للقضاء على قشرة الرأس. سعة عبوة شامبو باشن المضاد للقشرة هي 250 ميلي، ويحفظ بدرجة حرارة عادية، درجة حرارة الغرفة 25 درجة مئوية. طبعا شامبو باشن المضاد للقشرة يستخدم لكافة أنواع الشعر العادي والدهني والجاف. تستطيع استخدام هذا الشامبو بكل بساطة، وأيضا أنا أنصح باستخدام هذا الشامبو حسب تجارب الأشخاص الذين سألتهم، ولكن إن كان أحد جرب هذا الشامبو أعجبه أو لم يستفيد عليه، أرجو أن يكتب في التعليقات ليستفيد الجميع. ننتقل معكم إلى شامبو باشن المقوي للشعر الدهني. كثير من الأشخاص يعانون من الشعر الدهني ويشعرون كأن الزيت على رأسهم وما إلى هنالك، ويعانون أيضا من تقصف الشعر وتساقط الشعر الدهني، وهذا أمر معروف عند كثير من الأشخاص. فشامبو باشن يساعد على التقليل من تقصف الشعر وتساقط الشعر، وأيضا يحد من تسارع الصلع المبكر. ما آلية عمله؟ فهو مزود ب8 مؤثرات من الفيتامينات والبروتينات والكولاجين، وأيضا المستخلصات النباتية، وهي تحافظ على صحة الشعر، نمو الشعر، وأيضا لون الشعر. طريقة استخدام شامبو باشن المقوي للشعر الدهني: يوضع على فروة الرأس لمدة لا تقل عن 3 دقائق، ويفرك جيدا، ثم يغسل بالماء، ولا تستخدم معه أي نوع آخر من الصابون أو الشامبويات الأخرى. عبوة وشكل عبوة شامبو باشن للشعر الدهني نفس عبوة شامبو باشن المضاد للقشرة، سعة 250 ميلي، ويحفظ بدرجة حرارة الغرفة 25 درجة مئوية. هذا كل شيء لغاية اليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو، وإن كان لديكم أي استفسار اتركوه بالتعليقات لأقوم بالرد بأسرع وقت ممكن. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم.